كل ده ما اتخطبتيش، ده اللي في سنك عندهم ولادي ومش حاسس بتوهان، فاكيد في حاجه مش مظبوطه. ده طموح غير منطقي. متاخره على ايه وعلى مين؟ أنا حاسه ان الناس اللي ورايا سامعيني. نفض it's never too late. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست لاتيه على الريحه مع ساره معتز، كل يوم جمعه الصبح. النهارده الرهاب الاجتماعي زياده شويه لانه بجد الناس كتير حواليا. انا بحاول اللي هو اوكي انا عادي بشرب قهوه وبصور فلوج. المهم القهوه دي لذيذه قوي عامه، ولا كأن في حد حوالينا هنتكلم. اما لما بقى مذيعة في التلفزيون هعمل ايه يعني؟ كلنا عارفين أزمة منتصف العمر، بس مش كلنا مدركين أزمة منتصف العشرين. 23 و22 و24 و25 و26 وهنكمل. يعني بنحس اللي هو أنا ايه اللي جابني هنا؟ أنا ايه اللي جابني هنا يا طنط؟ وبعدين فجأة نستوعب إن أنا بقيت طنط وإنت بقيت عمو. فبتبقى صدمة كده، اللي هو بعد التخرج بتترمي في أرض الواقع بجد كأنك اترميت في محيط، وتبقى اللي هو مش مستوعب ايه اللي بيحصل وايه اللي حواليك ومين اللي علم الشريرة دي. ايه ده انا المفروض اخد قرارات؟ ايه ده انا المفروض ابقى مش عارف ايه؟ ايه ده ابن مش عارف مين بقى فين وانا لسه مكاني؟ تبدأ المقارنات تشتغل منك ومن اهلك ومن اللي حواليك ومن السوشيال ميديا. اول جملة محتاجة تبقى ليبلد هي ان احنا مش متأخرين، وانا بكلم نفسي قبلكم، احنا مستعجلين. في فرق كبير قوي انك تكون متأخر عن حاجة وانك تكون مستعجل عن الحاجة دي. انت مستعجل على حياة لسه ما بدأتش اصلا. يعني انت بقالك بتتعلم بقالك 18 سنة، ولسه متخرج بقالك سنة اتنين تلاتة. كل حاجة لازم تاخد وقت. انت بتحاسب نفسك على 18 سنة فاتوا، اللي هو انا بقى عندي 24 سنة، بقى عندي 25 سنة، ماشي. بس انت مش في الماركت، او مش في الفيلد بتاعك، او مش في الشغل، او مش في الحياة الحقيقية بقالك 25 سنة. لا، انت ما بقالكش سنة سنتين، كأنك لسه مولود actually. يعني الطفل اول ما بيتولد مامته تقول له يلا امشي يلا اتكلم يلا امشي، ما هو عمره ما هيتكلم، انت مستعجله عليه، هي حياته لسه ما بداتش. كلام جه على الجرح، هاخد رشفه. فانت يعتبر دلوقتي في اول كام سنه تجريبيه من حياتك، بجد يعني كانك في internship كده. انت في تدريب لحياتك، بتكتشف انت مين، انت فين، انت عايز تعمل ايه. مش المفروض اول ما تتخرج تشتغل في الشركة الانترناشونال؟ في ناس عملت كده، في ناس اول ما اتخرجت اشتغلت في الشركة الانترناشونال الفظيعة الخطيرة، وما شاء الله حققوا احلامهم. بس ده رزق وده نصيب وتوفيق من ربنا، بس ده مش النورمال ومش الطبيعي. بما انك في اول نسخة تجريبية من نفسك، فما تتوقعش ان انت في اول سنة اتنين تلاتة من حياتك تبقى تعمل فيهم انجاز العمر. ده شيء غير طبيعي بالمرة، وشيء بيضغطك. ولما تضغط زيادة انت بتتأخر، مش بتتقدم ومش بتتطور. فكرة انك عايز توصل بسرعة 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 بسرعة، ده ضغط، ده مش طموح. ده ضغط غير منطقي، بيحط عليك لود لود لود، بيوقعك. عارف انت لما تيجي تضغط على حاجة في الرملة، حاجة تقيلة تقيلة تقيلة، تبدأ تنزل لتحت، عمرها ما هتطلع يعني. فده طموح غير منطقي. احنا انا اولكم كمان بسعى ليه، وده غلط. ده بيضغطنا وبيوقعنا، مش بيطلعنا وبيطورنا. الحمد لله الناس مشيت شوية، اعتقد بان عليا. فانت لازم تاخد بالك لو انت بتقارن بدايتك بنص طريق غيرك، انه يا ما شاء الله متخرج بقاله دلوقتي 17 سنين، ما شاء الله بقى عنده براند بتاعه، ما شاء الله ترقى في شركته، ما شاء الله مش عارف ايه. ركز في طريقك انت. طول ما انت بتقارن نفسك وحياتك بحياة غيرك، هتفضل استك، هتفضل عالق في حياة غيرك، ومش عارف تطور وتوصل بنفسك بحياتك بطريقك انت. هو سباقك انت، مفيش سباق بين البشر، السباق بقى بتاعك لوحدك. زي احنا لما نيجي نتوفى، احنا هنتحاسب لوحدنا، مش هنتحاسب باكج. نفس القصة في الدنيا، انت لوحدك فيها، طريقك لوحدك، طموحك لوحدك. وخد بالك انت لو لسه متخرج وتبقى أول شغل ليك وأول حياة تجريبية ليك ومش حاسس بتوهان، فأكيد في حاجة مش مظبوطة. لانه مش طبيعي انك اول ما تتخرج اوكي انا خلاص حياتي متسيستمه، انا هبقى كذا كذا كذا، وتبدا تبلان ل10 سنين قدام، ويبقى كل حاجه ظابطه. ولو حصل هيبقى 1% بتوفيق من ربنا، لكن ده مش الطبيعي.
فما تقارنش نفسك بحياة غيرك تاني. كل حد ربنا حاطط له رزقه في وقت معين، كل حد ليه وقته وليه اوانه وليه الوقت البرايم بتاعه اللي ربنا هيكرمه فيه ويحقق له هو اللي عايزه. خليني اقول لكم حاجه لذيذه قوي، ان التوهان ده مش حاله طوارئ او حاله اللي هو انا فاشل انا مش عارف اعمل حاجه. انا والله كنت في الفتره دي وما زلت فيها شويه. التوهان ده عباره عن تجارب، معمل كده انت بتجرب فيه طموحك، بتجرب فيه شغفك، بتجرب فيه شغل. جماعه انا اعرف ناس عندها دلوقتي 45 و50 سنه وبتجرب شغل جديد مع شغلها الاساسي. انتوا متخيلين احنا فين؟ يعني عيب علينا، والله عيب علينا ان احنا جربنا شغل او اتنين وحاسين انه يا لهوي انا ضيعت سنتين من عمري. ضاعوا على مين؟ ضاعوا عليك. كل حاجة عملتها في السنتين دول اتضافت لخبراتك. التوهان ده عامل زي ال بجد ارب ايدل، هو مكان لاكتشاف مواهبك واكتشاف قدراتك، وانت بتحب ايه وايه شغفك وشاطر في ايه وهتدي في ايه. هو مع الاسف اللي زود القصة دي اكتر هي سوشيال ميديا. السوشيال ميديا خلتك تقارن حياتك بكواليسها وبكل حاجة فيها، بالحلو والوحش، بالستوريز بالهايلايتس بتاعت الناس، سفر وترقية وجواز وخطوبة وإنجازات كتير في الهايلايتس والستوريز، وانت قاعد حاطط ايدك على خدك وبتقارن الكواليس بتاعت حياتك كلها بإنجازات غيرك، بحياة غيرك الخالية من العيوب. على فكرة، حتى وإن قلت لنفسك لا لا أنا عارف إن كل حد عنده يعني ربنا مش بيدي حد اللي هو كل حاجة أو أيا كان، أو حتى لو ادى حد كل حاجة دي حاجة بتاعت ربنا، يرزق من يشاء بغير حساب. فأنت ما ينفعش أنت تبقى تقارن نفسك بحياة حد مش باين منها غير 1% على الستوري. الحياة هتقارنها بصورة أو فيديو، وللأسف ممكن الموضوع ده يقلب بحسد، إن بتحسد الناس على نعمة ربنا رزقهم بيها وهبها ليهم. ركز في طريقك انت وبس، وحاول تقلل شوية من متابعة الناس والفضول على السوشيال ميديا. ده بيأخرك، ده بيأخر عقليتك، ده بيخلي أفكارك وتركيزك وطاقتك كلها في الناس، ده عمل وده سوى وده وصل وأنا مكاني. هتفضل دايما حاسس انك متأخر. أي خطوة صغيرة هتاخدها هي بتوصلك لحلمك، ولكن انت هتحسها ولا حاجة عشان انت شايف إنجازات أكبر على السوشيال ميديا وعلى الستوريز بتاعت الناس حتى الغريبة مش بس أصحابك. فأنت شايف مشروع نجح وكل الحاجات دي، بس مش شايف حد مديون، مش شايف فرصة ضاعت، مش شايف اختيار خاطئ في حياة حد، مش شايف شغل غلط، مش شايف عيلة مش عارف ايه. كل حد أخد نصيبه من البلاء، بس أكيد الناس مش هتنشر يعني خيبتها على الستوري، صح ولا ايه؟ فانا مش مستوعبه ازاي انت بتصدق قصه 1% باين فيها بس، وبتجلد نفسك بحياتك بكواليسها بكل حاجه عليها. انا حاسه ان الناس اللي ورايا سامعيني، مش عارفه. نيجي بقى لاهم بطل معانا في الضغوط الحياتيه، هو ضغط المجتمع والعيله والناس الكبيره. مش كل صوت عالي يبقى صح، مش عشان ناس كتير اجمعت على فكره معينه تبقى هي صح. ياه، يا حبيبتي انتي كل ده ما اتجوزتيش، انتي كل ده ما اتخطبتيش، ده اللي في سنك عندهم ولاد. ياه، انتي كل ده لسه مش متثبته في شركه ومش مترقيه، ده بنت خالتك وصلت لمش عارف ايه. ياه، انت كل ده المشروع بتاعك ما نجحش، ده غيرك بدأوا الشهر اللي فات ووصلوا. ده ضغط غير مبرر، بيتكلموا وهم عارفين اللي هو ايديهم في ميه البارده، اللي ايديهم في ميه البارده بيتكلموا. فاوعى تسمع ليهم، اوعى اعمل بجد وضع النويز ايزوليشن، مجتمع سوسايتي ايزوليشن. ما تسمعش مهما كان الناس دي قريبة منك، احترم، اسمع للآخر، تمام صح. من الآخر ايه يعني؟ نفض، بجد انت محتاج تنفض لكلام اي حد مش عايش معاك تجربتك، مش عايش معاك حياتك. الكلام ده بيحبطك، بيوقعك، مش بي مش بيقدمك. ريقي نشف، محتاجة احتسي قهوة. الا بقى لو انت قررت انك تعيش الحياة اللي المجتمع واهلك والناس اللي حواليك فرضوها عليك. اتجوزي، انت ازاي كل ده ما اتجوزتيش؟ اوكي، اول عريس يجي روح اتجوزيه، سهله على فكره. اشتغلي واثبتي في شركه، اوكي هثبت، ما انا في الشركه اوريدي. خليكي في شغل كرهاه طول حياتك عشان الناس وعشان تترقي. اتجوزي جوازه غلط عشان الناس وعيشي تعيسه طول عمرك. انت اللي في ايدك القرار.
انت اللي في ايدك تختاري تكملي حياة سعيدة في حياتك لمدة طول عمرك، وانت اللي في ايدك انك تختاري وتعيشي حياة الناس هم اللي حطوها عليكي، عشان بس فكرة انك متأخرة على ايه وعلى مين. كل الشعور بالتأخير بانك في حاجة فايتاك ده قلق، ممكن يقلب قلق مرضي او قلق صعب قوي. فالقلق الصعب ده مش هيحمسك ومش هيخليك تحس انه انا قلقان فانا يلا بكره هعمل واسوي واعمل بلان وكذا، لا، ده هيشل حركتك. وقبل ما يشل حركتك هو هيشل تفكيرك. لما تفكيرك هيتشل مش هيبقى عندك طاقة، فانت مش هتعمل حاجة. تفهمني صح؟ لانه القلق انك متأخر وانك فايتك كتير وانك في ناس سبقتك، ده زي ما قلت لكم هيخلي اي خطوة صغيرة تبان تافهة ولا حاجة، عشان انت بتقارنها بخطوات غيرك مع انها في حياتك انت هي خطوة كبيرة، خطوة كنت بتتمناها. وعلى فكرة التوبيك ده كله بيدور حول ايه؟ ان احنا قلقنا الزيادة واحساسنا ان احنا متأخرين، ان احنا مش في مكاننا وان احنا مصدومين وان احنا ما وصلناش، ده بيقلل، يعني للأسف بيقلل حمدنا لربنا وشكرنا ليه، وبيغمي عينينا عن نعم كتير احنا عايشين فيها، وعن دعوات كنا بندعيها طول عمرنا وهي استجابت، بس احنا مش شايفينها من كتر ما احنا ناقمين وشايفين بس الوحش، او بمعنى اصح نص الكوباية الفاضي. فانت خلي يقينك بالله، وخلي اسعى بيقين ان انت هتوصل، وسيب الباقي على ربنا. اسعى انت والنتيجة على ربنا مش عليك انت خالص. انت مش بايدك حاجة لو انت بتعمل كل اللي عليك، وربنا مش رايد عمرك ما هتوصل لأي حاجة. لو ربنا رايد انك توصل في يوم هتوصل، لو ربنا رايد انك توصل في 3 سنين هتوصل. واهم حاجة ما تخلطش ما بين الوقت الطبيعي في انجاز الاشياء، ان كل حاجة بتنجز. انت حتى لو بتقرأ كتاب انت هتعمل كده، هتفتح عينك تقفلها هتلاقي نفسك قرأته؟ لا، هتاخد وقتك طبيعي، هتاخد وقتك في قراءته. وقتك انت في قراءة الكتاب غير وقت غيرك، غير وقت غيرك، غير تعودك. فتعودك على قراية الكتاب هيخليك تسرع قرايته. فده بيرفلكت على الحلقة اللي فاتت، انك الروتين احيانا بيبقى كويس في الحاجات اللي انت عايز توصل لها وتتعلمها. فالقلق والفكرة ان انت متأخر هيخليك تمل من الحاجة بسرعة، هيخليك مش عايز تكمل في الحاجة دي عشان حاسس انك لا يلا ما وصلتش، فهيديك الاستعجال فهتحس بالكسل والفشل مش الانجاز. وحاجة مهمة جدا بقولها لسارة معتز الشربجي قبل ما بقولها لكم: اعملي خطة للشهر ده والشهر الجاي ماكسيمم، ما تعمليش خطة ل10 سنين جاية. ما تقلقيش من حاجات بدري قوي على اوانها، لان ده هيخليكي تحسي ان كل حاجة بعيدة، كل حاجة موترة، كل حاجة في علم الغيب. ما كل حاجة فعلا في علم الغيب مهما خططنا هي في علم الغيب. فما تعملش بلان ل10 سنين قدام، لا، اعمل بلان للشهر ده والجاي، واحدة واحدة واحدة. واهم حاجة بقولها لكم ان العشرينات مش مرحلة إنجاز ومرحلة وصول سريع، هي مرحلة تجارب، اكتشاف مواهب، اكتشاف قدرات، اكتشاف مهارات، اكتشاف شغفك في الشغل وفي الحياة. افرض انت اكتشفت ان انت مش عايزة اصلا، واحدة مش عايزة تشتغلي ومش عايزة تعملي حاجة في حياتك غير ان انت تقعدي ترسمي في البيت، ده ممكن يبقى شغفك. يمكن انت اصلا عايزة تشتغلي عشان شايفة الناس كلها بتشتغل في الستوريز وحاسة انه فايبس الشغل او ماي جاد وكله بيشتغل وسط سترونج اندبندنت وومن. ممكن انت تبقي مش عايزة ده، بس انشغالك بغيرك مخليكي مش عارفة تكتشفي نفسك. ففي العشرينات وبعد التخرج أول ما تترمي في المحيط الأطلنطي اللي احنا فيه ده، في حياة الكبار المرعبة دي فترة حلوة قوي إنك تكتشف فيها نفسك وتبقي واعية بيها وواعية باللي انت عايزاه، باحتياجاتك وباللي انت مش عايزاه وباللي انت حباه. لأن وعيك بنفسك ده هيساعدك في الشغل أو في علاقتك بأهلك بصحابك بشريك حياتك. فكرة ان احنا دايما بنضغط على نفسنا، انت كأنك بتسأل سؤال بسيط اللي هو انت عاملة ايه، فانا بقولك اوكي انا الحمد لله، فانت الإجابة مش عاجباكي، انت مستنية إجابة أكبر من كده. فالسؤال مش راكب على الإجابة، مش راكب على سنك actually. فما تستعجليش نفسك، ما تطلبيش إجابة أكبر من المرحلة اللي انت فيها وأكبر من تجاربك الحالية. فوقي، يعني انت لسه وانت لسه متخرج بقالك سنة سنتين 3 زيي. فيا جماعة والله الحياة بسيطة. صح، صح يا سارة. عارفين باب النجار مخلع؟ لو انا بنصحكم وانا عايزة اسمع نصيحتي.
آخر حاجة حابة أختم بيها، انت لما تعرف نفسك انت هتختار طريق انت اللي رسمته لنفسك، انت اللي عايزه، انت اللي حبه يوصلك لطموحك ويوصلك للحياة اللي شبهك. وحتى لو مشيت في طريق وطلع طريق غلط، اوقف وروح طريق تاني بدل ما تكمل في طريق مش شبهك. It's never too late. الحياة هنعيشها مرة واحدة، فاوعى تكمل في شغل مش عاجبك، اوعى تكمل في علاقة مش عاجباك، اوعى تكملي في دراسة انتي مش حباها. It's never too late. ربنا يخرجنا من أزمة الصيف العايشين على خير وسلام إن شاء الله. وبس أشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست لاتيه على الريحة مع سارة معتز، كل يوم جمعة الصبح.